احنا مستعدين بقى ان احنا نتنازل عن انسانياتنا ونبقى عباره عن عرايس بيحركها الوحش الرقمي ده؟ هل احنا الوحش الرقمي اللي احنا صنعناه بايدينا ده وسعوا لتجسيد الغيب في صوره غير طبيعيه، زي مثلا ايه فكره الجي بي اس بقى يقول لك الطريق ده امشي من الطريق ده، ما تمشيش في الطريق ده، زي الارصاد الجويه، زي الاحوال الاقتصاديه. بقى شيء فوق التوقعات بالنسبه لنا. بقى الموضوع بالنسبه لنا داتا 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 طول الوقت، وهو لا يكل ولا يمل، ما بيتعبش، ما عندوش القدره ان هو عنده القدره على التخزين بطريقه جباره. انت عارفه ان المصيبه اصلا في ايه؟ هو مش بس انت بتستخدميه وخلاص، لا ده بيبتدي الجهاز يتعلم منك، ياخد خبرات منك، طريقتك في الكلام، نبره صوتك بيحللها، الفيشيال ريكوجنيشن كله تمام كده. فبتبتدي الاله تتعلم تتعلم تتعلم. لا وكمان ايه، لو غلطت بيصلحوا غلطها، يعني علشان يبقى عندها افكار تراكميه تقدر ان هي تبني عليها بقى تفكير منطقي ومرتب، وتقدر ترد عليكي وتكلمك كانها انسان. ودي على فكره الذكاء الاصطناعي اسمها reinforcement learning.